They're trying to force you out. Yes, not all coach, but the other 2 or 3 guys they are around the club. At the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know, but listen, I don't care, I'm always, people should listen the truth. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. I don't know what's going on, but since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was 0. For example, we have an interesting point that how the club as Manchester United, after suck Ole, they bring sport directive Ralf Rangnick, which is something that nobody understands. This guy is not even a coach. A bigger club like Manchester United bring sport directive. Surprised not only me, but all the world. You know, nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym, even some points, the technology, the kitchen, the chefs, which is I appreciate, lovely persons. They stop in a time which is it surprised me a lot. I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure, but unfortunately we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23, so surprised me a lot. كريستيانو رونالدو ويرد مانشستر يونايتد وممكن يروح بايرن ميونخ ولا تشيلسي ولا ممكن يرجع ريال مدريد. كلام في الكورة مع أحمد نصر. اخبط لايك للفيديو، يلا بينا نقول لك تفاصيل. في البداية سمعنا ان كريستيانو رونالدو قال تصريح ايه؟ ان هو حاسس ان هو اتخان في مانشستر يونايتد. وانت كمشجع مانشستر يونايتد وبتحب اليونايتد قوي، انا كمان كنت جات عليا فتره كنت من محبي مانشستر يونايتد، واللي حببني في مانشستر يونايتد هو كريستيانو رونالدو. بس دي مش مشكلتنا دلوقتي، خليك انت ايه وزنها بالعقل كده. تعال نتابع التصريحات القديمه، الناس اللي خرجت من مانشستر يونايتد وقالت ان هي كانت بتعيش اصعب ايامها، زي زلاتان، زي مثلا اليكسيس سانشيز، زي مثلا دي ماريا، اخرهم كان بوجبا. 4 نجوم و4 لعيبه ذو قيمه في الوسط الرياضي، نقدر نقول ان هم يعني نجوم. قالوا اسباب كتير، من اهمها ان هم ما حسوش بقيمتهم الفنيه ولقوا ان في فشل موجود في المنظومه بتاعه مانشستر يونايتد. رونالدو كمان اتكلم ان هو بيقول ان انا لا احترم تنهاج لان تنهاج لا يحترمني. طيب هو تنهاج فعلا مش بيقدم الاحترام الكافي لكريستيانو رونالدو. طيب هو هل في مدرب قصدي هل في لاعب اهم من المدرب؟ والله هو في الامر الدارج وعلى اي لاعب في العالم المدرب لابد ان يكون اقوى من اللاعب، ولكن في المرحله بتاعت كريستيانو رونالدو اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى نفسك. لابد ان يكون تاريخك والسي في بتاعك قوي جدا وبتقدر تتعامل نفسيا مع النجوم، لان نجم كبير زي كريستيانو رونالدو محتاج معامله خاصه واسلوب غير طبيعي، لان هو نجم غير عادي. فاللي انت ممكن تعمله مع اي لعيب في العالم ما ينفعش تعمله مع كريستيانو رونالدو. وكان المفروض حاجه كمان، اتفاجئ ان يعني في هجوم قوي عليه من وين روني، وقال انا ما اعرفش، يمكن عشان انا لحد دلوقتي بلعب وهو بطل، وانا بلعب في المستوى العالي ده وهو بطل بدري، فيمكن يكون ده السبب. انا شايف ان هجوم اي لاعب اعتزل على كريستيانو رونالدو هو ما الى ان هو حقد على ان لاعب وصل للمرحله دي. طب حضرتك انت شايف ان كريستيانو رونالدو مش بيقدم مستوى كويس مع مانشستر؟ ما كانش أسوأ مواسم مانشستر يونايتد كان كريستيانو سجل 18 هدف الموسم اللي فات، ما كانش سجل 18 هدف صح؟ ولو كان اللعيبه على تكتيك عالي وعلى درايه بامكانيات رونالدو وعلى قدر كافي على انهم يكون مساعدين ليه، كان لابد انك تعرف ان كانت تكون النتيجه مختلفه.
طب تعالى نتكلم بعقل تاني ونفكر مع بعض. رونالدو اتكلم وقال لك ان في اداريين ولاعيبه في النادي مش عايزينه. الاداريين انا ما اعرفهمش، ولكن اللعيبه هم واضحين، اهمهم هو برونو فرنانديز. برونو فرنانديز في مره وهو مش عارف هجيبها لكم ولا لا، بس هدور عليها. بس في مره وهو بيلعب كوره فما بصهاش كويس، فرونالدو كاي لاعب بيطلب، يعني بيطلب الكوره، يعني اهو مثلا، او انا ف برونو فرنانديز لقطته الكاميرا هو بيقول ايه؟ يا عم خلاص بقى، اللي هو ايه اللي هو يا عم خلاص بقى، اللي هو مش في البرتغال وهنا كمان، يعني مش في البرتغال وهنا، اللي هو انت مش عارف اسطوره بلدك؟ انت مش عارف اسطوره بلدك؟ طيب ليه انا قارنت ده بده؟ لان ما ينفعش لعيب من مانشستر يونايتد يكون مش حاسس بقيمه كريستيانو رونالدو، او في لعيبه عايزه تمشي كريستيانو رونالدو من الفريق. والناحيه الثانيه برناردو سيلفا بتاع نجم مانشستر سيتي لما قال لك احنا هنلعب كاس العالم ده عشان خاطر رونالدو. انت شايف مانشستر، يعني بتشجع مانشستر، انت يعني بتشجع اليونايتد، يعني شايف الكلام ده؟ نجمك فريقك ونجم الاسطوري ونجم منتخب بلدك بتعامله ازاي؟ وده نجم فريقك، ده مش نجم فريقك، ده نجم المنافس بتاعك في المدينه، ونجم منتخب بلدك بتعامله ازاي؟ شايف؟ مش بس كده، تعالى نتكلم على شيء تاني مهم وليه قدر كبير جدا، وهو اتكلم فيه كريستيانو رونالدو، ان هو مش بيقدم الاحترام لإيريك تين هاج. يا إيريك يا تين هاج، انت تاريخك كله 2 دوري هولندي. كريستيانو رونالدو لو حطينا كل البطولات بتاعته قدامك صدقني هيكون الموضوع صعب قوي عليك. لما يكون رونالدو يتكلم يقول لك ان مفيش تطوير في النادي وما شفتش اي تطوير، لابد انك ما تزعلش منه يا مشجع يونايتد، لان مانشستر يونايتد اخر 8 سنين ما حققش اي انجاز قوي يليق بتاريخ مانشستر يونايتد. يا راجل انت فرحت لما هو عدى دور ال8، يعني انا ما اعتقدش ان هو وصل للدور ال8 ده كتير اخر 8 سنين في دوري ابطال اوروبا، او على الاقل حتى لو في كل مره شارك فيها في دوري ابطال اوروبا ان شارك اصلا في المواسم اللي فاتت دي. والطبيعي لما مانشستر يونايتد نادي بحجم وتاريخ وبقوه مانشستر يونايتد وبحجم الصفقات اللي بيعملها، الا ان لما يخش اليوروب ليج طبيعي ان هو ياخدها، ولكن دائما بيحصل العكس. كل اللي انا عايز اقوله انك لازم لما تبص على كريستيانو رونالدو وتصريحاته لازم توزن الكلام كويس، وتعرف ان كريستيانو ما هاجمش، كريستيانو كان رد على كل ده. طيب لما برونو فرنانديز سلم عليه في منتخب البرتغال باسلوب وحش، تعرف ده معناه ايه؟ انا لما تسلم في لغه الجسد، لما تسلم على حد وتحط ايدك على كتفه كده معناه ان انا مسيطر، لكن لما تسلم على كده وتبص تحت ليه عملت كده دي، يعني هو بيقول له ليه عملت كده، ودي بلغه الجسد. طيب هو ليه بيقول له عملت كده؟ انا حسيت والله اعلى واعلم يعني، بس انا حسيت ان العلاقه في الوقت ده ابتدت تتحسن ما بين مانشستر يونايتد وكريستيانو واللعيبه وإيريك تين هاج، واصلا اللقاء ده مسجل قديم، يعني هو مسجل قبل كده، فبالتالي لما ظهر دلوقتي كانت ابتدت العلاقه تتحسن ما بين إيريك تين هاج وما بين رونالدو وما بين برونو فرنانديز او ما بين اللعيبه بتاعت مانشستر يونايتد. فبالتالي طب ما احنا كنا كويسين ليه الكلام اللي انت قلته ده؟ ولكن ده على قديمه، ده على قديمه. طب هل ده وقت يعني مناسب ليه تصريح زي ده؟ والله انا مش شايف ان مانشستر يونايتد يعني بتنافس على اي حاجه عشان خاطر يبقى الوقت ده مش مناسب. وبعدين انا مش شايف ان لاعب بحجم وقيمه كريستيانو رونالدو لما يحس بالظلم والقهر ويقول لك انا اتخنت من النادي بتاعي، وان انا لما سمعت كلام يعني السير اليكس ولما قال له بلاش تروح مانشستر يونايتد وتعالى قصدي بلاش تروح مانشستر سيتي وتعالى مانشستر يونايتد، ده كان غلطه كبيره في الكارير بتاعه. كان حلم كل واحد بيشجع مانشستر يونايتد ان لما يرجع كريستيانو رونالدو نشوف بطولات كبيره موجوده. فتتحس ان كريستيانو رونالدو مع الاسف حظوظه سيئه جدا، يعني لما راح اليوفي فرقه على طول بتاخد الدوري الايطالي، على طول بتنافس في الشامبيونز ليج. اول لما راحوا ابتدوا مشروع جديد وابتدوا بمدرب شاب زي بيرلو وابتدوا يعملوا اسلوب جديد في طريقتهم، ولما يبتدوا يرجعوا ايمري مشوا رونالدو، فالدنيا اصلا يعني موضوع مش كويس، هو مش محظوظ. كريستيانو رونالدو مش محظوظ
مع الفرق اللي بيكون معاها في الوقت الحالي. ولكن بقى تعال نشوف الخطوات القادمه لكريستيانو رونالدو. فظهر في الساحه بايرن ميونخ تشيلسي، واسمه ارتبط ما بين الفرقتين دول بصوره قويه جدا. ورغم ان هو قال كلمتين حلوين في حق ريال مدريد، الا ان اسمه ابتدى برضه يطرح على ريال مدريد وبصوره قويه جدا. واتمنى من كل قلبي انه يرجع ريال مدريد ويعتزل هناك. لو انت بقى استفدت اي حاجه من اللي انا قلته ده والموضوع ده عجبك، اخبط لايك واعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه. فكمان فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.